أنا سارة، ولقيت نفسي جوه عالم المراية. كل حاجة كانت نفس البيت، بس كأن حد شافه بكابوس. الألوان باهتة، النور رمادي، وكل صوت فيه خوف. حاولت ألف ورايا أدور على المخرج، بس مفيش باب. المراية اختفت. الصراخات حواليا كانت عالية، أطفال بيعيطوا، ستات بتنوح، رجالة بتهمس بأسامي، وكلهم بينادوا على نرجس. وفجأة ظهروا أشخاص واقفين صفوف صفوف، وشهم مش واضح، بس عينيهم كلها سودة، وبيشاوروا عليا. وقبل ما انطق، نرجس ظهرت قدامي، لكن المرة دي كانت لابسة لبسي، وقالت لي: أهو انتي جربتي تمشي طريقي؟ شفتي عالم الحقيقة اللي كنتي بتهربي منه؟ كل وش شفتيه هنا هو جزء منك. قلت لها: إزاي؟ إيه ده؟ ردت: كل خوف، كل ذكرى خبيتيها، كل صوت تجاهلتيه اتحبس هنا، وكنت مستنياكي تفتحي الباب. وأشارت لمكان في الأرض. كان فيه باب خشب صغير زي أبواب السرداب، وقالت لي: تحت الباب ده في السر اللي هيحررك، بس لو فتحتيه لازم تواجهيه، وكل حاجة بعدها مش هترجع زي ما كانت. إيه اللي تحت الباب؟ وإيه اللي بيخليني أحس إن نرجس مش عدوي؟ ولا يمكن تكون أنا؟ استنوني في الحلقة الجاية من أسرار البيت القديم على قناة سارة وحكايتها. كل ما تفتحي باب بيتفتح جواه باب تاني، بس السؤال: فين النهاية؟